سمعت يا بت يا سعدية آخر نكتة؟ لا، قول يا شحاتة. إيه هو أنا لسه قلت حاجة عشان تضحك يا بت يا سعدية؟ طب يلا قول يا شحاتة. مرة كنغر حب يبارك لصاحبه، قال له congratulations. الله يحفظك يا شحاتة، حلوة قوي النكتة دي. طيب هم يا شحاتة، يلا عشان نلحقوا نروح الكنيسة، لسه الطريق قدامه ياما. ما بالراحة يا بت يا سعدية، ما انت عارفة رجليا 2 هينجحوا عليا من الخشونة. ما تفكرنيش بالخشونة يا شحاتة، اما انا الروماتيزم عامل عمايله معاي. بقول لك ايه، بلا خشونة بلا روماتيزم، تعالوا نقولوا ترنيمة عقبال ما نوصلوا الكنيسة. يلا بينا يا بت يا سعدية، علشان اللي هيروح الكنيسة دايما هيكون فرحان، زي ما الآية هتقول فرحت بالقائلين ليه إلى بيت الرب نذهب. يا كنيستنا يا مجيدة، كل ما فيك جميل، جوهرة في الكون فريدة، غالية ومالهاش مثيل، غالية ومالهاش مثيل. يا بوي، شايف اللي انا شايفه يا سعدية؟ الظاهر ان رغيك اكل نافوخي. أباي عليك يا شحاتة، وانا بيطلع لي صوت. ما تقول انت شايف ايه؟ شايفة كنيستنا جميلة قوي قوي، وزي العروسة ازاي؟ يا بوي على جمال وعظمة كنيستنا يا شحاتة. ولادي حبايبي وحشتوني قوي، ومستنياكم وفاتحة ليكم حضن في كل مرة بتيجوا عندي. يا كنيسة حية يا طريقي للأبدية، يا عايشة جوا مني ونورك موجود فيا. يا أمي يا كنيسة حية يا طريقي للأبدية، يا عايشة جوا مني ونورك موجود فيا. قولي لي يا كنيستي، عايزة أعرف حاجة، إيه سر عظمتك وجمالك وسر حلاوتك وبهائك؟ يا لحد دلوقتي مش عارفين سر عظمتي. أباي عليك يا سعدية، انت دايما كده مش مذاكرة كويس اي موضوع. دي عظمة كنيستنا من آلاف السنين، من العهد القديم لما اختارها ربنا عروسة ليه. انت على طول كده سؤالي حرم يعني يا شحاتة؟ من غير خناق، تعالوا أوريكم عظمتي اللي اتنبأ عنها أشعياء النبي. الرحلة جميلة قوي يا مينا. فعلا يا كرولوس، هو احنا دلوقتي وصلنا دير ايه؟ دير المحرق. طب يلا يا مينا نصلي قدام المسبح اللي هناك ده. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. باسم باسم الصليب الصليب. باسم الصليب. باسم الصليب. انت مين؟ انت مين؟ أنا أشعياء النبي. ياه، أشعياء النبي العظيم، احنا بنسمع عنك في كنيستنا من زمان، وكان نفسنا اننا نشوفك. انا عندي سؤال محيرني جدا، وانت الوحيد اللي هتجاوبني عليه. إيه هو السؤال اللي محيرك؟ هو ايه حكاية المسبح اللي في نص ارض مصر ده؟ بص يا مينا، أنا اتنبأت بحاجات كتير عن ربنا يسوع بوحي من الروح القدس، منها ولادته من العذراء، وكمان إنه هيتصلب ويتهان من أجلنا. واتنبأت إن العائلة المقدسة هتيجي مصر وتزور أماكن كتير، منها المكان اللي واقفين فيه دلوقتي، وقعدت فيه أطول مدة وتحول لكنيسة، وبعد كده دير كبير، والمسبح ده في نص أرض مصر بالظبط. بجد هو ده
المسبح اللي في نص أرض مصر طلع دير المحرق اللي احنا فيه دلوقتي. ايوه يا مينا، انا افتكرت النبوة دي اللي قالها في سفره: في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها. أشعياء 19:19. الرب يبارك حياتكم، بركته وسلامه يكونوا معاكم. يلا يا كرولوس، الرحلة هتتحرك لمكان تاني. طب يلا بينا. يا كنيستي، قد ايه انت عظيمة جو، وربنا من محبته ليكي خلى أشعية نبي يتنبأ عنك من زمان ياما. فعلا يا كنيستي، انت مش أبواب وحيطان أو كلمة ليها زمن وأوان، عبر السنين لينا فيها مكان، أسرارك نبض وروح وحياة. عرفيني عن جمالك وحلاوتك أكتر وأكتر يا كنيستي. انتوا عارفين يا ولادي ان انا دايما بضمكم لحضني وبحميكم من الاخطار. انا الام والحضن والشمس اللي بتخلي كل حياتكم دفى ونهار. وعلشان كده جات العائلة المقدسة زمان مصر، ومن بعدها انا بقيت موجودة معاكم على طول. احنا لسه قدامنا كتير عقبال ما نوصل مصر. خلاص يا مريم قربنا، فاضل شوية صغيرين بس. هي دي مصر؟ أيوة يا مريم، هي دي مصر. يا يوسف، يا أنا زعلانة قوي عليها. كل دي أصنام في مصر، كل دي. يا سلام لو يعرفوا الإله الحقيقي والإيمان الحقيقي. نزلي يا مريم الطفل يسوع من على الحمار، خليه يريح شوية. مصر يا بختك يا هناكي بالطفل يسوع لما جاكي، بالطفل يسوع لما جاكي اداكي البركة السماوية. أصنامك دقيت مرعوبة على وشها راحت مقلوبة، على وشها راحت مقلوبة وانتهت الدولة الوثنية. ودي كانت برضو يا ولادي نبوة تنبأ بيها أشعياء النبي لما قال: هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. سفر أشعياء إصحاح 19 آية 1. وفعلا اتحققت النبوات وأنا اتأسست. أما انت يا كنيستي صلبة وقوية بصحيح. أنا صلبة وقوية علشان اللي بناني شهداء أبرار، بدمائهم حرب الأشرار، بصلاتهم ليل مع نهار شالوا عني كل الأخطار. أو مين دول شهدائك يا كنيستي؟ ياه، دول كتير خالص ما يتعدوش، والسنكسار بيهم دايما مفتوح لحد آخر الدهور. من أول شهيد الشهيد استفانوس، تعالوا بينا نشوف حكايته. ارجموه، موتوه علشان ما يتكلمش تاني عن يسوع المصلوب.
آه يا رب يسوع، اقبل روحي يا رب، لا تقم لهم هذه الخطية. يا كنيستي، دي قصة أبطال بدمائهم سجوا كل مكان. ايوه يا بيت يا سعدية، زي القديس ماري مرقس كاروز الديار المصرية، اللي لولاه ما كانش بقى فيه مسيحية في مصر، وحطم كل الوثنية اللي في مصر. علشان أكون أنا موجودة معاكم، ابني ماري مرقس سال دمه في كل شوارع اسكندرية. ماري مرقس يا ماري مرقس، شرفت بلادنا المصرية، بنزولك في اسكندرية حطم كل الوثنية، حطم كل الوثنية. انت بقى مرقس اللي عمال تكلم الناس عن الناصري المصلوب وتنشر الديانة المسيحية. أيوة، أنا مرقس عبد يسوع المسيح الإله الحي. إيه الأصنام والأحجار اللي بتسجدوا لها دي؟ ولا ليها روح ولا تقدر تعمل حاجة. انت اتجرأت وبتعيب في آلهتنا. يا حراس، خدوه واربطوه في كل شوارع اسكندرية، اسحلوه. ربطوا جسمه بالحبال، جروا طلعوا به برا، سال دمه الطاهر النقي، وهو يسبح اسم الله، وهو يسبح اسم الله. يا كنيستي، دي قصة أجيال أبطالها كانوا أبطال. الله يا كنيستي، انت جميلة قوي قوي، احكي لنا عنك كمان وكمان. وكمان في أبطال كتير تاني خالص زي الأسود، وقفوا ودافعوا ضد البدع والهرطقات، يعني التعليم اللي بتخالف تعليم الكتاب المقدس، علشان يحافظوا على الإيمان والعقيدة السليمة. منهم القديس أثناسيوس الرسولي، اللي لولاه كان العالم كله بقى أريوسي. المجمع المسكوني الأول المنعقد في نقيا بقيادة الملك قسطنطين. أخيرا جات لك الفرصة يا أريوس، تنشر كل أفكارك لكل الناس، ده كمان في مجمع مسكوني مخصوص يناقش أفكاري. سيد الكاهن، سيد الكاهن، إيه مالك في إيه؟ الحق الحق، البابا اكسندوس جه وجايب معاه أثناسيوس. إيه؟ أثناسيوس؟ ده إيه اللي جابه هنا ده؟ هو هيفضل كده ورايا؟ باسمي أنا الملك قسطنطين أعلن بدء انعقاد مجمع نقيا، المجمع المسكوني الأول المنعقد بمدينة نقيا عام 325 ميلاديا، وذلك بقيادة الأنبا أوسيوس أسقف قرطبة، وبحضور 318 عضو مشاركين بالمجمع لمناقشة بعض الأمور الكنسية، ومنها أفكار الكاهن أريوس. اتفضلوا ابدأوا. يا أريوس، انت بتقول ان السيد المسيح مش هو الله. ايوه فعلا، وكلامي ده مظبوط. كلامك ده غلط، السيد المسيح هو الله. نبوات العهد القديم كانت بتتنبأ ان الله هياخد جسدنا ويجي يعيش معانا على الارض، والملاك لما ظهر العذراء قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله.
والسيد المسيح نفسه قال في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 آية 9: الذي رآني فقد رأى الآب. كمان قال: أنا في الآب والآب فيا، يوحنا 14 آية 10. وقال كمان في يوحنا 10 آية 30: أنا والآب واحد. ده كله بيأكد وبيثبت إن المسيح هو الله. باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، بعد الانتهاء من جلسة مجمع نقية نعلن قرارات المجمع، وهي حرم أريوس وكل من يتبعه، ومقاومة بدعته، وحفظ تعليم قانون الإيمان في كل الكنائس. اتفضلوا يا أبهات نقوله مع بعض. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل. ماشي يا أثناسيوس، هنشر أفكاري وهخلي كل العالم ضدك. وأنا بالمسيح ضد العالم. لكن الكنيسة صاحية على إيمانها حامية علشان ولادها جداد. لكن الكنيسة صاحية على إيمانها حامية علشان ولادها جداد. يا حلاوة أبطالك يا كنيستي ويا شهدائك، على طول متزينة بيهم وصورهم مالية جدرانك. يا جميلة يا كنيستي، احنا هنعيش فيكي أجمل أوقات. يا كنيستي انت روح أجراسك عتجمع شملنا بذبيحة حية، والتحاد يردنا. صلواتك طالعة بالبخور متعطرة، وأساسك إنجيل عيهرب فيه عتمنا. عارفة يا كنيستي بحب فيك النظام، وإن كل حاجة لها طقس وترتيب. فعلا بتقولوا عليا كتابية إنجيلية علشان أساسي وتعليمي هو الكتاب المقدس، ونظامي وطقوسي جاية من الكتب الجميلة اللي منظمة صلواتي، زي الإجبية والخلاجي والقطمارس والسنكسار والأبصلمودية، وكمان دلال أسبوع الآلام. الله عليك يا عروسة المسيح، كل تفاصيلك حلوة قوية وصلبة بإيمانك القوي. وعلى طول هتفضلي بهية ومتزينة بأبطالك وشهدائك، ومرتبة ومنظمة بتجوزك وجراياتك. يا جميلة يا كنيستي، يا اللي بعيش فيكي أجمل أوقات. يا جميلة يا كنيستي، يا اللي مليانة أمان. يا أصيلة في طقوسك وشرح الإيمان. صلاتك وبخورك، شمعك ونورك، بتخدمي ودورك لآخر الزمان.